شهدت السنوات الثلاث الأخيرة أزمات كبيرة للاقتصاد المصري، فمنذ الثورة 25 من يناير ظهرت أول بوادر الأزمة قبل عدة أيام منها، حيث خسرت البورصة ما يقرب من 76 مليار دولار من قيمتها السوقية في آخر يومين من التداولات قبل 25 من يناير، بعد أن قرر المستثمرون الأجانب الخروج من السوق بعد الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، كما عزز مخاوف المستثمرين الدعوة التي أطلقتها القوى الشبابية وقوى المعارضة للخروج في هذا اليوم. أما أكثر القطاعات تأثرا بالثورة بعد اندلاعها فكان قطاع السياحة، فبعد أن تم توجيه المقصد السياحي من تونس إلى مصر بعد ثورتها التي بدأت في 17 من ديسمبر من عام 2010، جاءت الثورة المصرية لتهوي بالقطاع السياحي في مصر، والذي يمثل 31% من الناتج المحلي لمصر ويعمل به 3.5 مليون مواطن، حيث وصل عدد السائحين الذين قدموا لمصر إلى 14.8 مليون سائح في عام 2010. ومنذ الثورة لم يصل القطاع إلى ربع ما كان عليه قبل اندلاع الثورة حتى في ظل فترات الاستقرار، حيث بلغ 8 ملايين سائح في عام 2011 و11.8 ملايين سائح في عام 2012. وبلغت الإيرادات السياحية 8.8 مليار في عام 2011 و10 مليارات جنيه في 2012 و5.9 مليار جنيه في عام 2013، حيث أدى تفاقم الانفلات الأمني والتوترات السياسية على مدى السنوات الثلاث إلى خروج مصر من أجندة المقاصد السياحية التي تروج لها شركات السياحة العالمية، وأغلقت العديد من مكاتب السياحة العالمية فروعها في مصر، إلا أنها عادت منذ عدة أشهر للعمل مرة أخرى. ومع اندلاع الثورة وتنحي مبارك عن السلطة أدى ذلك إلى خروج 14 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، تخوفا من عدم وضوح الرؤية للحكومة بعد الثورة، والمخاوف من عمليات تأميم قد تطال هذه الاستثمارات، كما أن الانفلات الأمني واستمرار الاحتجاجات السياسية أدى إلى تعطل الإنتاج في العديد من المناطق الصناعية وتوقف العديد من المصانع، وهو ما أدى إلى انخفاض احتياط النقد الأجنبي بشكل مفاجئ من 37 مليار دولار قبل الثورة إلى 24 مليارا بعد الثورة بأشهر قليلة، لانخفاض الإيراد السياحي وارتفاع فاتورة الدعم والضمان الاجتماعي واضطرار الحكومة وقتها إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي. ومع استمرار ذلك ونقص الإيرادات وارتفاع فاتورة الاستيراد أدى إلى وصول احتياط النقد الأجنبي إلى أدنى معدلاته، حيث وصل إلى 13.5 مليار دولار في فبراير من عام 2013، وهو ما يكفي عمليات الاستيراد لأقل من 3 أشهر. إلا أن المساعدات الخليجية التي تدفقت على مصر بعد الثورة وبلغت 12 مليار دولار من الإمارات والسعودية والكويت أدت إلى السيطرة على نزيف الاحتياطي واتجاه حكومة الببلاوي الحالية إلى تنفيذ خطتين للتحفيز الاقتصادي بقيمة إجمالية 60 مليار جنيه، بدأت الأولى في نوفمبر من عام 2013 وستبدأ الثانية حسب التصريحات الحكومية بنهاية يناير 2014. أما على صعيد نمو الاقتصاد فقد شهد الاقتصاد المصري تباطؤا في النمو في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ معدل النمو 1.4% في عام 2011-2012، وشهد نموا بنسبة 2.3% عام 2012-2013، بعد أن بلغ معدل النمو 6% عام 2010. وتأمل الحكومة الحالية في أن يصل معدل النمو في العام المالي الحالي إلى ما بين 3.5% و4%، ورغم ذلك فإن هذا المعدل لا يكفي لحل المشكلات الاقتصادية، حيث يرى الخبراء أن مصر تحتاج إلى أن ينمو اقتصادها إلى ما يقرب من 6% سنويا لتحقيق حجم التوظيف المطلوب، حيث يدخل سنويا إلى سوق العمل 600 ألف مواطن، بالإضافة إلى وصول معدل البطالة حسب الأرقام الرسمية إلى 13.3%. أما عن السياسة النقدية خلال السنوات الثلاث الماضية فقد حاول البنك المركزي المصري الحفاظ على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، فبعد أن كان الدولار يساوي 5 جنيهات 80 قرشا في عام 2010 وصل سعر الدولار حاليا إلى 6 جنيهات 95 قرشا في السوق الرسمية، وظهرت السوق السوداء للدولار لقلة المعروض منه، حيث وصل سعر الدولار فيها إلى 7 جنيهات و30 قرشا، حيث لم يستطع البنك المركزي الاستمرار في سياسة دعم الجنيه أمام الدولار مع استمرار النزيف الاحتياطي وانخفاض الصادرات وانهيار الدخل السياحي مع ازدياد حجم الاستيراد بنسبة 25% في ظل استمرار تعطل الإنتاج في كثير من القطاعات. إلا أنه بعد ثورة 30 من يونيو اتجه البنك المركزي إلى انتهاج سياسة تحفيزية للنمو من خلال خفض متكرر لسعر الفائدة بأكثر من مرة ليخفض الفائدة بنسبة 1.5%، إلا أن البنك اصطدم بنهاية نوفمبر الماضي بارتفاع معدلات التضخم مما جعله يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير.
وشهدت الموازنة العامة للدولة على مدار الأعوام الماضية عجزا متفاقما، حيث بلغ عجز الموازنة 204 مليارات جنيه في العام المالي 2012-2013 في مقابل عجز 137 مليار جنيه عام 2011-2012 و143.5 مليار جنيه في العام المالي 2010-2011، وهو ما أدى إلى زيادة الاقتراض الحكومي، حيث ارتفع الدين المحلي إلى تريليون و261 مليار جنيه، وارتفع الدين الخارجي ليصل إلى 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، أي أن الدين العام لمصر بلغ 90% من الناتج المحلي طبقا لأرقام صندوق النقد الدولي. ورغم الأزمات التي مر بها الاقتصاد المصري على مدى عامين ونصف العام، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي أظهرت تفاؤلا بإمكانية بدء خروج الاقتصاد المصري من أزمته في عام 2014، منها على سبيل المثال ارتفاع مؤشرات البورصة بنسبة 43% في النصف الثاني من عام 2013، وارتفاعها على مدار العام بنسبة 28% مع وصولها لمستويات ما قبل ثورة 25 من يناير، كما أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسستي فيتش وستاندرد أند بورز لأول مرة منذ 3 سنوات، وانتهاج الحكومة المصرية للسياسات التحفيزية بديلا عن سياسات التقشف، وعودة الاهتمام بالاستثمار في مصر من قبل المستثمرين الأجانب خاصة من دول الخليج مع حل مشاكل المستثمرين، وأيضا عودة قطاعات كثيرة للعمل والإنتاج خاصة بعد إقرار أول استحقاقات خارطة الطريق. كل هذا يؤشر على أن الاقتصاد المصري من الممكن أن يكون في بداية طريق الخروج من الأزمة والعودة إلى معدلاته قبل ثورة يناير، حيث كان الاقتصاد المصري في عام 2010 هو الثاني حجما بين الدول العربية بعد السعودية، والأكبر حجما في الوطن العربي غير المعتمد على النفط، وفي المرتبة 11 بين اقتصادات الشرق الأوسط من حيث دخل الفرد، والثاني إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا، والمرتبة 16 عالميا. ويبقى السؤال رغم حالة التفاؤل، هل يكون التوجه السياسي داعما ومحفزا للنشاط الاقتصادي، أم تستمر مصر في حالة عدم الاستقرار التي بدورها ستكون هادمة لكل المجهودات التي تبذل لإخراج الاقتصاد من حالة الركود؟